لا حول ولا قوة إلا بالله. قسما بالله أنا كمشجع للنادي الأهلي ما مصدق. إنا لله وإنا إليه راجعون. وفاة المشجع الزملكاوي ده اللي حضراتكم شفتوه واللي اغموا عليه اثناء تشجيع نادي الزمالك بعد ما نادي الزمالك ودع بطوله كاس الكونفدراليه الافريقيه امام ستيلنبوش الجنوب افريقي في المدرجات. ما استحملش. ازاي انت كمشجع لنادي الزمالك واخد الكوره على محمل الجد، واخد الكوره كانها مساله حياه وموت؟ انا مش عارف ازاي المشجع الزملكاوي وصل لمرحله بالشكل ده. دي في الاول وفي الاخر لعبه ترفيهيه. بتخسر بنحتفل، بتخسر بنحفل عليك، بتفرح لما بتكسب، في الاول وفي الاخر لعبه ترفيهيه. ازاي تاخدها على صدرك بالشكل ده؟ ازاي بتحط نفسك تحت ضغط بالشكل ده؟ الكلام ده موجه لكل الجماهير المصريه مش جمهور نادي الزمالك فقط. دي لعبه ترفيهيه في الاول وفي الاخر. ما ينفعش تكون بالنسبه لك مساله حياه وموت. ايه يعني نادي الزمالك ودع بطوله كاس الكونفدراليه الافريقيه؟ مش اول ولا اخر بطوله. حتى لو فاز بيها نادي الزمالك هتضيف لك ايه اصلا في حياتك؟ ما ينفعش تاخدها على محمل الجد. انا لغايه دلوقتي مش مصدق، مش مستوعب ان المشجع الزملكاوي ده توفاه الله. ما تنسوش تدعوا له بالرحمه والمغفره وتوعوا بعضكم. ما تزعلش زياده على اللزوم. زيزو راح النادي الاهلي، الزمالك خسر، ما ينفعش تحزن بسبب لعبه شويه نجيله وشراب وتيشيرت. ما ينفعش تزعل وتهلك بسبب لعبه زي كره القدم. قسما بالله انا لغايه دلوقتي مش قادر اقتنع ان المشجع الزملكاوي ده توفاه الله. انا لله وانا اليه راجعون. ما تنسوش تدعوا له بالرحمه والمغفره.